في فيديو اليوم تشوفوا نقطع مئات الكيلومترات باش اخيرا نوصل للبلاصة هذه. اخيرا في كابادوكيا، مدينة المناطيد والتضاريس الغريبة والحكايات العجيبة بعيدا عن المدن. حضروا رواحكم باش تشاركوا معايا مغامرة في اكثر مكان مشهور في تركيا الكل. خرافي، الفيو خرافي يا معلم. شوف الديار في الاخر، شوف الديار في اخر النهج. رافائيل السلام عليكم. وعليكم السلام. يو نو ها. تعرفت على رافائيل في الطريق توا، قرر يمشي معناها الهوستل باش نحاول ان شاء الله نحط الكرتابة توا في بلاصة باش نجم نتحرك ونصور لكم. البلاصة كما تشوفوا بلاصة عالمية على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر. احنا في بلاصة اسمها توا جوميرين. نكتب لكم الاسم. البلاصة تفطر في قلب الوادي نتاع كابادوكيا، دايرين بيك المعالم نتاع كابادوكيا الكل تقريبا. البيوت كان باش ندخلوا توا البيوت، اجا نوريكم البيوت كيما مطماطة بالضبط، كيما شنني تطاوين، المغارات في وسط الجبل. حاجة روعة. هذوما البيوت بالضبط كيما مطماطة تحت الارض. باش تلقى البيت هذا احنا خلينا ارخص حاجه، معناها ارخص منها كان ما فماش، كلها فروشات على بعضها. عرفت كانت تنجموا تشوفوا الباقي ولا لا. وهكا بدات رحله الاستكشاف. خليت كرتابتي وخرجت باش نكتشف مدينه على ما يبدو هي اغرب ما شفت في حياتي الكل. لا عادي، جوست في وسط المدينه هناك جامعه من غادي، حجره من غادي، تحت ريستورون، تحت قهوه، تحت هذه هي عادي. معناها هكا تمشي في الشارع تلقى كل بنيه فهمني، كل دار عندها حجرتها الخاصه كيما الاوتيل هذايا، كل اوتيل بحجرته. يا تفرج يا معلم تفرج. كيما قلت لكم في وسط المدينه هذايا، راهو هذه معناها في وسط المدينه. انا ندور نلقى في حجره عملت لي هكا. المدينة في حد ذاتها معبية بالقهاوي والريستورانات على أنواعها، محلات الصناعات التقليدية والسوفينير. ما تلقاش بلاصة فارغة في المدينة هذه. متعة تدور لنا بركة متعة. وفي أطراف المدينة تلقى روحك في أراضي واسعة مليانة تضاريس وأشكال أول مرة باش تراهم في حياتك. كما تعرفوا خويا مهدي عامل كيف توا، ليزاكتيفيتي لهنا يا جماعه اون باغاي على عجله. انت وشنو تفضل؟ تتميز كابادوكيا بالانشطه اللي تنجم تعملهم لهنا واللي حرفيا ما توفاش. فما زاد اللي يحب يعمل كواد ينجم يجي يعمل كواد لهنا كما قاعدين تشوفوا. الكواد هنا حاجه اخرى تنجم تكراها وتكتشف بها عشرات الكيلومترات. من التجارب الاخرى لهنا باش تلقى برشا بلايص وين تنجم كما نقولوا احنا تكري حصان وتدور بيه. شوف خليني نقول لك حاجه، الفروسيه لهنا عالم اخر. انت مش باش تكري حصانك اهو، انت باش تعيش تجربه متاع كاوبوي في واحد من افلام الويسترن. نتعديو لحاجه اخرى اللي ما شفتهاش قبل في تركيا، اللي هي السيارات الكلاسيكيه اللي تنجم تكراها وتدور بها. وبالطبيعه اهم واشهر حاجه والحاجه اللي تخلي العباد تجي على خاطرها، المناطيد، واللي كانت اروع حاجه عشتها. وباش نشارك معاكم تجربتي في الفيديو الثاني من كابادوكيا. مشهد عالمي يا معلم، داري والمنطاد. واو. صور هذا وانا ما زلت ما اكتشفت حد شيء. نسكم الأهم حاجة في كابادوكيا، ثروة تحت الأرض. أكبر الازدهارات اللي عاشتها كابادوكيا كانت في وقت المسيحيين. إذاك علاش باش تلقى برشا كنايس مخفية في خبايا الجبال هذية. انت شوف البنة هذية، شوف اللي ترى فيه هذية الصخرة هذية كنيسة، الدروج، الشجرة من غاديكا، وبتطلع الباب الصغير هذاك هو باب الكنيسة. بيبان صغيرة تحل على عالم كامل تحت الأرض وفي وسط الصخور هذية، وكأنها بوابات سرية لعالم مختلف تماما. كنت نتفرج لين نسيت روحي اللي أنا نصور في نفس الوقت. الرسوم والزينة هذه حاجة أخرى، عمرك ما تتخيل زين البلاصة هذه والألوان اللي فيها وقت اللي تشوفها من برا. هذه كانت
من أغرب ما شفت كنيسة تحتها كنيسة أخرى. أما علاش فما كنيسة تحت كنيسة ما نعرفوش. إيه الديار تحسهم بالرسمي من القرن الرابع عشر. ياه شو التركينة انت الخضرة هذيك. واو برو tomorrow we come to take pictures here ها. واو الحياة الليلية لهنا مزيانة ياسر، كل شيء محلول، يقعد يسهر، الأحوانة بتاع السوفونير، الرستورانات. شنو المشكلة فيش؟ غالية نار، غالية نار يا معلم، غالية نار. أما ذا هو معناها رخيص شوية تسمى. أما شوف الأسواق معناها 210 على طرف خضرة. يا صاحبي يا صاحبي نفس السوم تاخو حاجات خيالية، بنفس السوم 210 تاخو حاجات خيالية. للمدينة في الليل نكهة أخرى، لعبات في كل بلاصة، كل شيء محلول، شوارع مزينة بأضواء تخليك تحس بالروح التركية والروح الشرقية في البلاصة. وهكا نختم نهار طويل من الهملة في كابادوكيا. رجعنا للهوستل باش ناخذ شوية راحة ونحضروا رواحنا لبقية المغامرة متاع غدوة. واخيرا في اوتش حصار. البلاصه هذه هي اكثر بلاصه انا نحب نشوفها في كابادوكيا. هذه هي كما نقولوا احنا اعلى واكثر بلاصه فيها اثار في منطقه واحده. يعني انت كي تجي اوتش حصار لهنا بتشوف اكبر عدد من المتاحف، اكبر عدد من الكهوف في بلاصه واحده. وان بلوس عندهم الصخرة العملاقة هذه اللي هي أكبر صخرة في كابادوكيا، واللي فيها معناها عدد ما يوفاش من الكهوف ومن الكنائس. واللو تترقى القهاوي، الديار القدم هذوما من الاركيتكتور بالرسمي غريبة ياسر. مش عارف اسكو بدلوهم ولا هكايا جدد والا هي من قبل هكايا. وتحل على المنظر الفظيع هذايا، منظر فظيع يا جماعة، منظر رهيب، منظر من فيلم من أفلام الخيال العلمي. هاي برا يا جماعة نبدو نكتشفوه. وكيما عودتنا تركيا، ديار كل عادة كل مدينة عندها طابعها الخاص، طابعها المختلف عن المدن الأخرى، خاصة كابادوكيا معناها كوحدة من أقدم المدن الموجودة في البلاصة هذه. توصل للمنطقة هذه تحت الحصار بيدو، وين ترقى الحوانت، ترقى العباد اللي تبيع القهاوي، ترقى ليجو الكلاس. منطقة سياحية بامتياز في البلاصة هذية. مهما كان السيزون ديما فما عباد لهنا. علاش؟ البلاصة هذية بسبب ارتفاعها ديما باردة حتى في الصيف. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هو إنه في الشتاء المنظر متاع البلاصة هذه يزيد بنا، خاطر يصب الثلج في البلاصة هذه بحكم ارتفاعها. هي على ارتفاع ممكن 1200 1300 أعلى من عين الدراهم بشوي. أنا توا تحت الهضبة ولا القمة هذيك، الجبل هذاك الكل منحوت. أنا توا بالضبط تحت. كنت ندور من بيت البيت ونقول يا ربي وين ريت هالأشكال. المكان هذا كان مألوف على الآخر بالنسبة لي، وممكن ياسر مألوف بالنسبة ليكم انتم الزادة. مش هذه قطعة الجبن اللي تخل فيها جيري في الكرتون المشهور توم اند جيري؟ واو بيت نوم بالسدة. واو يا من البرود. المزهار اللي يرقد لهنا في البيت هذا ويحل على الفيو هذايا. شوف الكياس انت كيفاش ترى فيه الكراهب الصغار قداش يتعداو. اصبر كيفاش قاعدين يتعداو من هنا. نجم تاخذ الممشى هذايا اللي يدور بيك حول القصر كله.
تعب يا معلم تعب. حضروا رواحكم في زيكمون كي تجيو. واو شو الهفوف يا معلم ما شاء الله. شفتها هبطوا من بعد الحجرة هذه مقابلتك طالعة. هاي 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 بقيت المدينة هذه ايش حصار المدينة بيدها. وهذه القمة وصلنا للقمة وين فما العلم. الفيو رهيبة. الفيو على كابادوكيا الكل يا معلم. وفي خروجي تعديت من مدينة اتش حصار. مدينة كانت خالية وفارغة، كنت وحدي ندور في المدينة هذه، لكن هذا ما يمنعش ان المدينة هذه كانت زادة مميزة ياسر. كابادوكيا مرة اخرى تفاجئني بحاجة اخرى. شوف الديار، شوف لونها، شوف التفاصيل، شوف الباب الصغير هذايا. وقررت نرجع للمدينة الأخرى أبيه خطوة بخطوة باش نتمتع أكثر بالمنظر. البلاصة هذه سعرها ما يوفاش. المغامرة مازالت ما بداتش، في الفيديو الجاي تشوفوا. إليكم قصة مدينة كابادوكيا، مدينة الجن. لم يكتشف إلا القليل منها. ندخل وحدي لأعماق كهوف كابادوكيا، وقصة عالم الجن مع هذه المدينة، ونعدي ليلة كاملة وحدي فيها باش نكتشف حقيقة مدينة الجن. بسم الله.